السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الفول النابت بطريقة مختلفة. أنا كنت عندي نص كيلو من الفول. نبته حطيته في هو اتنبت في خلال 4 أيام. هحط على نص كيلو لترين من المية. بعد ما نزلت باللترين من المية كان عندي بصلاية مقطعاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نزلت بيها. النابت انا عملته ازاي؟ انا حطيته في مية لمدة ساعتين. بعد كده رحت جايبه حته قماشه، بلاها ميه، ورحت حاطه فيها الفول. وكل ما الفوطه تنشف ابل الفوطه تاني واحط فيها الفول. حطيت نص معلقه من الثوم، ونص معلقه من الكمون، ونص معلقه من الفلفل الاسود. دي طريقه مختلفه وهتعجبكم ان شاء الله. نص معلقه من الكزبره الناشفه. هقلب ده كله مع بعضه واسيبه على البوتاجاز لحد ما يستوي مع بعض. هو ما اخد تقريبا ساعة واحدة بس. هسيبه بقى كده على البوتاجاز لحد ما يستوي. بعد كده اعصر عليه ليمونة، والليمونة هحط القشر بتاعها برضو في الحلة. ليه بقى؟ عشان يفضل ابيض كده وحلو، ما يغمقش معايا. الليمونة دي ليها فايدة ان هي هتخلي الفول معايا ابيض، الشوربة بتاعته بيضة. وهنزل بالقشر بتاعها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ده كده بعد ما هو استوى. في حاجة انا بعملها تركاية كده اخيرة. احط نص معلقة من الملح. التركاية الاخيرة ان انا بقى اجيب التوم، كام فص توم كده بدقه وبقليه في شوية من الزيت، زيت الذرة. هحط شوية من الزيت، والثوم انا دقاه، مجهزاه ودقاه، هنزل بيه على الزيت ده. ده الثوم بتاعنا، معلقة من الثوم. هبتدي ان انا اقلبه كويس جدا لحد كده ما تصفر معايا. سلام على الريحه بتاعته، وريحه الثوم جميله قوي مع الزيت، طلع ريحه حلوه قوي. هفضل اقلب فيها كده لحد ما توصل للون المقلوب اللي انا عاوزاه. ايدكوا فيها على طول عشان ما تتحرقش، لانها لو اتحرقت هتمرر لك الفول النابت. اهم حاجه ان انت ايدك فيها برضو وتخلي بالك كويس قوي ان هي ما تتحرقش منك. ودي الطشه الاخيره اللي انا هحطها على الفول النابت. ابتدت ان هي اللون اهو يغير معايا، اللون ابتدى يتغير اهو. هروح نازله على الفول زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، الطشه بتاعتنا الاخيره. دي بقى حاجه يعني ريحته جميله قوي وطعمه بصراحه جميل قوي. ودي اكله خفيفه وتعتبر اكله صيفيه يعني مش شتويه. بعد كده هبتدي ان انا اغرفه كده في الطاجن بتاعنا، واعصر عليه بقى ليمون، وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك لقناه اكله حلوه.